على طريقه التسعير في الانتيريور ديزاين. في كذا طريقه، اغلب الناس دلوقتي بتسعر بالمتر. سعر المتر ده بتبقى حاجه مش محدده، احنا مش عارفين، احنا بنحدد سعر المتر ده بناء مثلا على ان انا هشتغل ستايل ايه او الديتيلز اللي هتبقى في الديزاين ايه. وفي نظام تاني للتسعير اللي هو بيكون بالساعه. ف ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ايه؟ كل حاجه فيهم عباره عن ايه وايه الاحسن. ولو هحسبها بدا احسبها ازاي، لو هحسبها بالمتر احسبها ازاي، لو هحسبها بالساعه برضو بتتحسب ازاي. طيب يعني انا قصه ان انا احسبها بالمتر او احط متر ثابت لحاجه معينه دي انا ما بفضلهاش قوي، لان هي بيبقى فيها ساعات اجحاف للديزاين نفسه، لانها ممكن يبقى في ديزاين معين بشكل معين، في تفاصيل معينه، المتطلبات بتاعت العميل ليها حاجه معينه، فدي بتخليني ابدا ان انا ابقى شايف ان لو انا ثبتها وجات لي شقه 100 متر وجات لي شقه ثانيه فيها تفاصيل مختلفه 100 متر برضو هي دي ممكن ان انا اخلصها في وقت معين، دي اخلصها في وقت اكبر منه 3 اضعاف مثلا، عشان خاطر بس مجرد ان فيها شويه تفاصيل معينه في المباني بتاعتها، في الافكار اللي احنا هنعملها في الديزاين. ففكره ان احنا نثبت سعر المتر دي في الديزاين بالنسبه لي انا ما بفضلهاش. وكمان المشكله ان السوق بقى ماشي بس فكره ان انا طب انا هدي سعر متر معين، طب انا هقل عنه، فانا وصلت ان انا بقيت لقيت في ناس على كومنتس بيقول لك سعر المتر 40 جنيه و50 جنيه وحاجات تعبانه جدا جدا ما تسواش خالص للمجهود ولا الوقت ولا الحاجات او التفاصيل اللي موجوده. لكن بقى سعر الساعه، يعني فكره ان انا اتعامل بسعر الساعه. طب ايه سعر الساعه دي؟ انت بتفكر انت بقالك قد ايه بتشتغل، وايه الخبره بتاعتك، وايه الحاجات اللي انت ممكن تشتغل بيها وتطلع بيها مجهود، تطلع بيها ريزلت في الديزاين بتاعك، وكواليتي الديزاين بتاعك شكله عامل ازاي. طب اعرف منين سعر ساعتي، واعرف منين المشروع هيكلف ساعات قد ايه. اول حاجه انت محتاج انك تبقى عارف انت بتاخد كام في الشهر. يعني ايه تاخد كام في الشهر؟ لو انت اشتغلت فول تايم في شركه 8 ساعات هتاخد كام في الشهر. فطب اعرف ده ازاي؟ محتاج ان انت تروح تعمل انترفيوز في شركات كتير، تقدم السي في بتاعك، تقدم البورتفوليو بتاعك، تبدا ان انت تدور على شغل وتروح تتحرك شويه لحد ما تعرف هم رينجات الاسعار اللي هم حاطينها للبوزيشن اللي انت فيه، والكواليتي اللي انت بتطلعها والحاجات اللي انت بتطلعها شكلها عامل ازاي. بعد ما هتوصل للحاجات ديت خلاص انت عرفت دلوقتي سعر ساعتك كام. طيب انا بقى از فريلانس انا بشتغل على الجهاز بتاعي، بشتغل بره ساعات العمل الاساسيه، ببدا ان انا اطلع الديزاين او كل التفاصيل من غير اي مساعده من اي حد كسوبرفايز عليا. فكل الحاجات ديت ليها تكلفه ثانيه. فانا ببدا ان انا اقول طيب تعالى جاي لي حد بيقول لي انا عايز اتفق على مشروع، فانت محتاج تعمل ايه؟ محتاج ان انا ابدا ان انا اقول والله طيب انا المشروع ده هياخد مني كام عدد ساعات قد ايه. في الاول ممكن تحددها غلط، لان طبيعي ان اي حد في الاول ما بيبقاش عنده الاكسبيرينس الكفايه ان هو يحدد الوقت اللي هياخده الشغل دوت. وممكن اقول ان الشغل ده هياخد مني 10 ساعات والاقيه خد مني 15 ساعه. فمعلش المره اللي بعدها هعرف احددها احسن، المره اللي بعدها هعرف احددها احسن، المره اللي بعدها هعرف احددها احسن، لحد ما ابدا ان انا ابقى عارف ازاي احدد بالظبط التايمنج الصح للمشروع بتاعي. وبعدين ببدا ان انا اجيب انا مثلا مرتبي 10000 جنيه، فانا مرتبي ال 10000 جنيه دول لو انا قسمتهم على الشهر، فانا المفروض الشهر فيه ساعات عامله ازاي. فانا هشتغل مثلا في الشهر 176 ساعه، لو احنا قلنا 22 يوم في 8 ساعات 176 ساعه، فانا لو قسمتهم هلاقي ان انا تقريبا تكلفه الساعه 58 جنيه. فهقول والله ده هياخد 10 ساعات في 58، فانا بتكلم في 580 جنيه. لو انا جيت بقى عشان ده فريلانس وهشتغل على حاجتي وهبدا انا اشتغل على كل حاجه، بضرب الرقم ده في 3. ليه؟ علشان يكافئ الوقت والتايم والمجهود والحاجات اللي انا هشتغل عليها بتاعتي وكل التفاصيل دي. طبعا في حاجات تانية زي مثلا انا يبقى في برامج معينه ابدا ان انا اشتغل عليها، تفاصيل معينه انا شاريها اوريدي، اكسبيرينس موجوده عندي انا واخدها قبل كده. كل الحاجات ديت ليها تكلفه وليها قيمه معينه، ببدا ان انا اخد عليها 3 اضعاف الساعه اللي انا بشتغلها في مكتب. طيب حلو قوي. دي طريقه التسعير اللي بالنسبه لي مفضله، واللي مع الوقت بتبدا انها تعلى ثرو الاكسبيرينس. يعني انا دلوقتي
بقيت المفروض الاكسبيرينس بتاعتي والكواليتي اللي انا بطلعها طورت فيها شويه، خدت تريننج، فالمفروض ان مرتبي هيبقى بيزيد في الشركات، قصاد دوت ساعتي اللي انا بشتغل عليها فريلانس هتزيد وهكذا. فده كده جنرالي الطريقه اللي انا بفضلها، واللي في ناس بتشتغل بيها بالشكل دوت. بس في مكاتب طبعا لما بتيجي تشتغل بتشتغل بسعر المتر، وبيفسروا بقى ان المودرن كذا والكلاسيك كذا، فايتس اوكي برضو. دي طريقه ممكن هم يبقوا مستريحين بيها بشكل معين، بس انا ببقى شايف فيها شويه ليها علاقه بالاجحاف شويه. طبعا دكتور وائل بقى بيبقى ليه طريقه تانية في حسبه الساعه، فممكن يقول لنا ايه لا بص يعني طبعا انا متفق تماما مع معظم اللي انت قلته، ولكن هي بس الفكره ان في حاجه اسمها الساعه الشهريه. الساعه الشهريه دي هتتحسب زي ما قال باشمهندس عبد الرحمن على مجموعه اعتبارات، زي فكره الخبرات الشخصيه. يعني انا النهارده انا كم المجهود اللي بذلته في عمليه التعلم ده، صرفت فلوس وصرفت وقت وصرفت تفكير وصرفت مجهود. الوقت والمجهود والتفكير اللي انا صرفتهم دول ده ليهم ثمن، فالنهارده الثمن ده لازم يتحط على اجر الساعه. انا اجر الساعه ده لما باجي انزل من بيتي هروح اشتغل، فانا بشتغل 8 ساعات. انا ساعتي الشهريه اصلا كام؟ سي ان انا باخد ال 10000 جنيه، انا في وجهه نظري انا مش هقسمهم على ال 76 ساعه، انا هقسم ال 10000 جنيه على ال8 ساعات اللي هم ال8 ساعات اللي متعارف عليهم عمل شهري. يبقى انا ساعه الشهر بتاعتي وليكن مثلا عامله 200 جنيه مثلا تقريبا، صح مش كده؟ 8 ساعات 10000 على 8 10000 على 8 هيعملوا لا مش هيبقى 500، هيبقى كام؟ اكتر هيبقى حوالي 1000 جنيه 1200 جنيه تقريبا 1250. فالنهارده لما هاجي اعمل مثلا 1250 جنيه في الساعه، ده رقم الساعه بتاعتي. يبقى انا سي ان انا هعمل بروجكت قدره 5 ساعات، انا هاخد على ال5 ساعات دول 5000 جنيه او 6000 جنيه الباكج اللي انا هقدمه. ليه؟ لان انا بذلت فيهم مجهود، بذلت فيهم تفكير، بذلت فيهم خبره، لان الخبره دي هتخليني انجز لك الشغل في وقت قليل بمهاره او بكفاءه او بجوده عاليه. الجوده العاليه مع الوقت القليل ده لا يقارن باي ساعه ثانيه. يعني نفترض مثلا انا سمعت انت بتقول ب 40 جنيه وب 50 جنيه، ف 40 جنيه او ب 50 جنيه انا هنجز كام ساعه؟ هنجز 15 ساعه. ده متر هم بيحسبوا متر الشقه، متر الشقه المتر ب 40. فده ماشي. هنقول مثلا هو هياخد الساعه بكام؟ يعني ما فيهاش ساعه دي خالص، دي بقى متر هو الشقه مثلا 100 متر، فلو الشقه 100 متر بيضربها في 40 جنيه فيقول لك ان الشقه هتعمل الديزاين بتاعها ب 4000 جنيه. فده طبعا ايا بقى كان خدت 10 ساعات، خدت 20 ساعه، خدت 100 ساعه، هو بيتعامل ان العميل ملوش علاقه بالكلام ده. هو فعليا العميل ملوش علاقه بالكلام ده، بس انا هسعر ده، فانا بكحف بقلل من كل حاجه انا بتخيل. يعني حتى لو انا ببص على شقه 100 متر، لو انا هاخد فيها مثلا 6-7000 جنيه دلوقتي، ده رقم قليل جدا. يعني حتى لو هم الارقام اللي هي 70 جنيه المتر او 10 او 100 جنيه المتر، التفاصيل اللي ممكن تتعمل في شقه 100 متر لو حد بيفكر از ديزاينر صح، في ان هو مش بيديزاين هو بيرمي بلوكات ويبدا ان هو يرندر وخلاص، بيديزاين صح، بيبدا يقعد مع العميل يفهم منه ازاي بيطلع فيلينج في السبيس، ايه هي اصلا المتطلبات اللي العميل عايزها في السبيس علشان يقدر ان هو يعيش حياه افضل ويعيش حياه مريحه اكتر بالزبط. فانا البوينت كلها ان لو انا بشتغل بالطريقه ديت، فانا هيبقى المجهود والتفكير والبروسيس اللي انا بمشي عليها لا تقدر بالرقم ده خالص. فعشان كده انا ببقى شايف ان البرايسنج بالمتر في اجحاف كبير جدا، حتى لو كان وصل لان احنا بنعمل متر ب70 و100 زي ما هم قايلين، ده برضو في السوق مش حاجه لطيفه. انا عارف ان السوق في ناس كتير جدا ماشيه بالشكل ده وناس كتير بتشتغل بالشكل ده، بس لو هم بيشتغلوا بالشكل ده فهم بيشتغلوا ديزاين غلط ثرو ان هو ما بيبقاش بيوصل فيلينج قد ما هو مجرد ان هو بيبقى عنده تمبلتس جاهزه بيرميها في الحاجه، وما بيحققش فعلا اللي العميل عايزه كمتطلبات كامله جوه الفراغ. ما بيبقاش الفراغ بيدي احساس صح للشخص. ممكن يبقى شخص زي ما انا دايما بقولها ان الفيلينج مهم، ممكن يفرق في حياه شخص ان حد داخل فراغ معين في لون مش مظبوط في الفراغ دوت، او كاكتيفيتي مثلا لون انا داخل الفراغ ارتاح،
الاقي ان مثلا فراغ في اوضه النوم فيه لون احمر او فيه اكسسوارز فيها حاجه متعبه للاعصاب، فتخليني ما اقدرش ان انا ابقى مرتاح في المكان دوت، فتخليني ابقى بتخانق مثلا مع زوجتي، اتخانق مع اولادي، عملت مود مختلف. بس مجرد ان انا عملت ديزاين غلط اثر على المود بتاعي، فالمود بتاعي لما اثر عليا اثر على العيله كلها واثر على حياتي، وبقيت انا مش مرتاح، اهلي مش مرتاحين، كلنا مش مرتاحين ثرو بس ان انا غلطت غلطه في الديزاين او مش ما عملتش حاجه صح في الديزاين. فاللي بياخد تمبلتس ويرميها ده هو بالظبط عامل زي بالنسبه له رصة حاجات معينه موجوده، سندوتشات بيحط فيها حاجات زي ما هي من غير ما يبدا ان هو يفكر طب هل ده فت للمكان ولا مش فت للمكان، فت للاكتيفيتي اللي هتتعمل في المكان ولا مش فت للاكتيفيتي اللي هتتعمل في المكان. اللايتنج لوحده احنا بناخد فيه تفاصيل كتير جدا نبدا ان احنا نشتغل عليها في الديزاين، اختيارات الماتيريالز والفيلينجز اللي بتعملها، كل الحاجات دي بنبدا ان احنا نركز عليها في الديزاين بشكل مظبوط عشان نقدر في الاخر نوصل لان احنا نديزاين بطريقه مظبوطه. يمكن ده الاكتر حاجات انا بركز عليها، ان انا عايز اطلع ناس في دبلومه ديزاين لايك كريزي تبقى فاهمه ازاي يبداوا ان هم يفكروا صح في الديزاين عشان يوصلوا احساس ان اللي هيعيش في الفراغ ده محتاج يحس احساس معين. هو يمكن ده الجزئيه اللي كنت بقول لك عليها، فكره احساس الرضا، ان انت العميل ما يكونش قابل الديزاين وخلاص، يعني هو شكل الديزاين كويس بس انا مش حاسس بالرضا عنه، لسه ما زال في حاجه ناقصه. يعني دايما بنتكلم عن حاجه اسمها ساتسفاكشن بوينت او نقطه الرضا. بني ادم لما يوصل نقطه الرضا دي هو خلاص وصل لقمه الشيء، انا راضي. فانا راضي بتترجم بسعاده، انا انسان سعيد لان انا حاسس في المكان ده بالراحه النفسيه، حاسس بالهدوء النفسي. كل الكلام ده بمقابل مادي، ده مش هيجي في اي مجال بقى، مش بس في الانتيريور ديزاين، يمكن مقابل علمي اكتر، يعني ان يبقى حد عنده اكسبيرينس صح بالظبط، فهو عشان يترجم الاكسبيرينس ديت فبيبقى بياخد منها بيحولها مقابل مادي، قصادها مقابل مادي لانه بيصرف وقته ومجهوده واكسبيرينس وكل الحاجات ديت. فانا ببقى شايف ان التسعير فاينلي في الجزئيتين ممكن ان انت تسعر بالمتر، وده انا ما بفضلوش خالص، يعني يمكن الحاجات شغاله في السوق لكن الافضل ان احنا نشتغل بسعر الساعه، وكل ما انت الاكسبيرينس بتاعتك بتزيد سعر ساعتك بتزيد، وكل ما تبدا ان انت تبقى فاهم اكتر في الفيلد وعارف اكتر انت بتعمل ايه وايه التفاصيل اللي انت بتشتغل فيها، كل ما سعر ساعتك هيبدا يزيد يزيد يزيد، وقصاد دوت سعر ديزاينك بيزيد. فمهم جدا ان احنا نبقى فاهمين النقطه ديت وعارفين احنا هنقدر المشاريع ازاي، ومع الوقت ومع الاكسبيرينس الموضوع هتلاقوه بقى سهل وتقدروا ان انتوا تتعاملوا عليه بشكل مظبوط. بس عايز اقول لك على قصه رضا، بما انك انت بتحب ان انا احكي قصص يعني. فكان في اللي هو دايما قصه بنحكيها كده حتى في التحفيز للناس، الراجل اللي هو جابوه عشان يصلح عيب خطير في سفينه، فهو الراجل قاعد يبص كده على المواسير اللي موجوده وبعدين راح دق بالشاكوش دقه، خلاص العيب اتصلح. فانت عايز كام؟ فقال لهم انا عايز $10,000. فقالوا له $10,000 في مقابل خبطة شاكوش؟ قال لهم لا، $10,000 دول في مقابل الخبرة في اكتشاف الخطأ، في اكتشاف العيب، في الوقت اللي انتوا استفدتوه علشان خاطر ترجعوا تشتغلوا تاني وتعملوا ابحار، فده هيعيد عليكم بمكاسب كبيرة جدا من الرحلات اللي هتعملوها، في ان العيب مش هيرجع تاني. كل المكاسب والبنفيتس اللي عادت عليكم دول ده مقابلها $10,000 مش الخبطه بتاعت الشاكوش، اللي هي الخبطه $1 والاكسبيرينس 999 او $9,999 هي الاكسبيرينس طبعا. بس اوكي، انا بشكركم جدا. لو انتوا شايفين الفيديو مفيد اعملوا شير للفيديو علشان يوصل للناس ويقدروا ان هم يبقوا فاهمين ازاي يسعروا شغلهم، ما يكحفوش الديزاين في السوق.